السلام عليكم، شلونكم اخوان؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اخوان، اليوم جبت لكم طريقة حلوة. هي ربط التليفون، يعني الشخص الموبايل اندرويد بالحاسبة مالتك، يعني تقدر تربطهن وتتحكم بالحاسبة مالتك عن بعد عن طريق هذا البرنامج اللي هو من خلال تليفونك. يعني انت حتى اذا كنت طالع خارج البيت او في مكان معين وتحتاج شغل او فد شي تشتغل على الحاسب مالتك، هسه من خلال هذا البرنامج تضغط عليه، راح تفوت يدخلك على الحاسبة مالتك وتدخل بشكل طبيعي وسهل جدا. هسه راح اشوفكم البرنامج اخوان قبل ما نبدأ بالشرح. تشتركوا بالقناة وتعطون اعجاب للفيديو حتى راح يوصلكم اي شيء ان شاء الله راح نشره يوصلكم. فاخوان مثل ما تلاحظون هذا هو اسمه سطح المكتب عن بعد عن بعيد. فهسه راح اروح اضغط عليه، راح اشوفكم انا. هاي انا مسمي اسم الجهاز. هاي انت بالاعدادات راح يطلب منك اسم الحاسوب مالتك وتخلي له الباسورد. انا هسه هذا مسمي هذا فوكس ومخلي الباسورد. راح اضغط عليه، تضغطون عليه جاري اتصال مثل ما تلاحظون. هسه هو راح يدخلني على الحاسبة مالتي. مثل ما تلاحظون هاي هي الحاسبة مالتي دخلنا عليها. جهاز راح اخليه بالشكل المائل حتى تطلع عندي كل الايقونات مالت اللابتوب مثل ما تلاحظون. هسه هذا هو موبايل بعد قدامكم تليفوني. هذا هو مثل شوف شلون يعني. استخدام كلش حلو وسريع وسهل ما بي اي مشكلة. راح ادخلكم على الوورد حتى راح انه تعرفون هذا برنامج حقيقي وشغال. مثل ما تلاحظون هذا الوورد 2010. اخوان كلش يعني برنامج كلش مفيد ومهم، اللي عندهم شغل او فد شي يقدرون من خلال يعني من خلال هذا البرنامج او من خلال تلفونهم راح يدخلون على الحاسبة مالتهم وما بي اي مشكلة وما بي اي فد. مثل ما تلاحظون اخوان، تريده ماوس تريده لمس. هسه انا مستخدم خاصية الماوس. يعني برنامج كلش حلو ومرتب. مثل ما تلاحظون هاي هي الايقونات مال الاندرويد. كلكم اللي عنده حاسبة راح يعرف انه هذا هو الاندرويد. العفو، هذا هو اللابتوب او الوورد 2010. فالطريقة سهلة جدا. هسه راح اشوفكم بعد اكو شغلات. على سبيل المثال ندخل على مثل ما تلاحظون هاي هي الحافظات اللي بالجهاز. مثل ما شوفوا هاي هنا اندرويد، يعني يعطيك كافة الشغلات اللي موجودة بالحاسبة. راح يعطيك من خلال هذا المتصفح يعني راح تصفح بشكل طبيعي جدا وماكو اي مشكلة. هاي هي برامج اللي انا منزلها على الحاسبة مالتي. مثل ما تلاحظون اخوان، هذا الفوتوشوب، هذا اليوتيوب، يعني هذا التليجرام. فهاي كلها أنا منزلها على الحاسبة مالتي. وهسه حاليا اللي جاي استخدمه وجاي شي راح يطلع على الحاسبة مالتي. مثل ما تلاحظون هاي هنا حتى انه تعرفون انه هذا أو على اعدادات السنة. فبرنامج كلش راقي وحلو، يعني انا حيل استفاد منه مثل ما تلاحظون. هاي هي اعدادات اللابتوب. هسه اني اخرج، راح اخرج من اخوان. اذا تريد تفعل خاصية اللمس تروحون على هاي مثل ما تلاحظون. هسه تنزلها اخوان جوا مال التليفون، تروح على هاي مثل ما تلاحظ. شوف هسه هو يقولك تريد تفعل الماوس تفعل اللمس. هسه انا فعلت اللمس، بس انت باللي يعجبك. هسه انا افعل الماوس. هذا هنا يقولك تكتب الكيبورد مثل ما تلاحظون. هسه اخوان انا راح اخرج. طيب خروج مثل ما تلاحظون. هسه حاليا خرجت. وايضا راح انزلكم فيديو شلون راح تربط من خلال الحاسبة، يعني بس طريقة سهلة جدا وبسيطة. فهسه راح اشوفكم من الحاسبة شلون راح اسوي بعض الخطوات حتى يكتمل الربط بالتليفون وما راح تكون عندك اي مشكلة. رجعت هسه وياكم اني. هسه حاليا انا راح ادخل على هذا مثل ما تلاحظون هذا اللابتوب راح ادخل عليه.
في هسه تروحون على جوجل كروم. هذا متصفح جوجل كروم هو اللي بالحاسبة. تروحون على خانة الحقل، هذا خانة البحث، وتضغطون. انا هسه لان كاتب هذا الموقع، فانتم تكتبونه يعني هذا تنقلونه حتى اذا نقل. جوجل مثل ما تلاحظون، هاي جوجل ريموت ديسكتوب مثل ما تلاحظون. هسه اضغط عليه، راح من تضغط عليه راح تجي الاول خيار مثل ما تلاحظون. هذا هنا انا هسه اشرت عليه على الماوس اللي هو هذا اول خيار. لا تروح للاخير مثل ما تشوفون اخوان. انا هسه قلت لكم انتم راح يطلع لكم تسجيل مثل ما تلاحظون. هاي هنا يطلع لكم تفعيل ويعطيكم تنزيل، فتخلونه ينزل وبعدين تجون تدخلون الاسم. هسه انا مدخل هاي يقول لك يعني اخر اتصال، اذا وضعت كما اعرف اخر اتصال انترنت ب7:38. فاخوان هذا تكتبون هنا بعدين بهاي الخانة تكتبون الاسم اللي انتم تسمون بيه جهاز، وايضا تكتبون الباسورد حتى تدخلون عليه. وهذه الطريقة سهلة جدا وبسيطة، ما يحتاج لها اي شيء او يحتاج لها يعني صعوبة. مجرد تسوون طبقون هذا اللي موجود بالفيديو، تكتبون قلنا تكتبون هذا الموقع اللي فوق مثل ما تلاحظون، هذا اللي اشرتكم عليه انا اشرتكم عليه حتى لا تنقلونه يعني، وتخلون تعطونه بحث بجوجل كروم. فراح يفتح لكم هاي الواجهة وتختارون تنزيل وبعدين تفعيل، وراح يعطيك هاي هنا امكانية الدخول عن بعد. يعطيك خيارات اسم وباسورد، تخلي الاسم اللي هو يعني اي اسم انت تكتبه حتى انه تعرف هذا جهاز، ما راح يصير عندك اختلاف فيه. وايضا تخلي رقم سري من يمك حتى ما راح تدخل على التليفون راح يطلبه منك. فاخوان طريقة بسيطة سهلة جدا، واي شيء يعني ما فهمتوا او شيء صعوبة فعرقوني ان شاء الله راح اجاوب عليكم. اخوان اهم شيء تشتركون بالقناة وتعطون اعجاب للفيديو. السلام عليكم، شلونكم اخوان؟ رب ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اخوان اليوم جبت لكم طريقة حلوة، هي ربط التليفون يعني الشخص الموبايل اندرويد بالحاسبة مالتك. يعني تقدر تربطهن وتتحكم بالحاسبة مالتك عن بعد عن طريق هذا البرنامج اللي هو من خلال تليفونك. يعني انت حتى اذا كنت طالع خارج البيت او في مكان معين وتحتاج شغل او فد شي تشتغل على الحاسب مالتك، هسه من خلال هذا البرنامج تضغط عليه راح تفوت يدخلك على الحاسبة مالتك وتدخل بشكل طبيعي وسهل جدا. هسه راح اشوفكم البرنامج اخوان. قبل ما نبدأ بالشرح تشتركوا بالقناة وتعطون اعجاب للفيديو حتى راح يوصلكم اي شيء ان شاء الله راح نشره يوصلكم. فاخوان مثل ما تلاحظون هذا هو اسمه سطح المكتب عن بعد عن بعيد. فهسه راح اروح اضغط عليه، راح اشوف كمان. هاي انا مسمي اسم الجهاز. هاي انت بالاعدادات راح يطلب منك اسم الحاسوب مالتك وتخلي له الباسورد. انا هسه هذا مسمي هذا فوكس ومخلي الباسورد. راح اضغط عليه، تضغطون عليه جاء الاتصال مثل ما تلاحظون. هسه هو راح يدخلني على الحاسبة مالتي. مثل ما تلاحظون هاي هي الحاسبة مالتي دخلنا عليها. جهاز راح اخليه بالشكل المائل حتى تطلع عندي كل الايقونات مالت اللابتوب مثل ما تلاحظون. هسه هذا هو موبايل بعد قدامكم تليفوني. هذا هو مثل شوف شلون يعني استخدام كلش حلو وسريع وسهل وما بي اي مشكلة. راح ادخلكم على الوورد حتى راح انه تعرفون هذا برنامج حقيقي وشغال. مثل ما تلاحظون هذا الوورد 2010. اخوان كلش يعني برنامج كلش مفيد ومهم. اللي عندهم شغل او فد شي يقدرون من خلال يعني من خلال هذا البرنامج او من خلال تلفونهم راح يدخلون على الحاسبة مالتهم وما بي اي مشكلة وما بي اي فد. مثل ما تلاحظون اخوان تريد ماوس تريد لمس. هسه انا مستخدم خاصية الماوس. يعني برنامج كلش حلو مرتب. مثل ما تلاحظون هاي هي الايقونات مال الاندرويد. كلكم اللي عنده حاسبة راح يعرف انه هذا هو الاندرويد. العفو هذا هو اللابتوب او الوورد 2010. فالطريقة سهلة جدا. هسه راح اشوفكم بعد اكو شغلات. على سبيل المثال ندخل على مثل ما تلاحظون هاي هي الحافظات اللي بالجهاز. مثل ما شوفوا هاي هنا اندرويد، يعني يعطيك كافة
الشغلات اللي موجودة بالحاسبة راح يعطيك إياها من خلال هذا المتصفح، يعني راح تتصفح بشكل طبيعي جدا وماكو أي مشكلة. هاي هي برامج اللي أنا منزلها على الحاسبة مالتي، مثل ما تلاحظون اخوان، هذا الفوتوشوب، هذا اليوتيوب، يعني هذا التليجرام. فهاي كلها أنا منزلها على الحاسبة مالتي، وهسه حاليا اللي جاي استخدمه وجاي شي راح يطلع على الحاسبة مالتي مثل ما تلاحظون. هاي هنا حتى انه تعرفون انه هذا على الاعدادات السنة. فبرنامج كلش راقي وحلو، يعني انا حيل استفاد منه مثل ما تلاحظون. هاي هي اعدادات اللابتوب. هسه اني راح اخرج من اخوان. اذا تريد تفعل خاصية اللمس تروحون على هاي مثل ما تلاحظون. هسه تنزلها اخوان جوا مال التلفون، تروح على هاي مثل ما تلاحظ. شوف هسه يقولك تريد تفعل ماوس، تفعل اللمس. هسه انا فعلت اللمس، بس انت باللي يعجبك. هسه انا افعل الماوس. هذا هنا يقولك تكتب الكيبورد مثل ما تلاحظون. هسه اخوان انا راح اخرج، خروج مثل ما تلاحظون. هسه حاليا خرجت، وايضا راح انزل لكم فيديو شلون راح تربط من خلال الحاسبة، يعني بس طريقة سهلة جدا وبسيطة. فهسه راح اشوفكم من الحاسبة شلون راح اسوي بعض الخطوات حتى يكتمل الربط بالتليفون وما راح تكون عندك اي مشكلة. رجعت هسه وياكم اني. هسه حاليا انا راح ادخل على هذا مثل ما تلاحظون، هذا اللابتوب راح ادخل عليه. فهسه تروحون على جوجل كروم. هذا متصفح جوجل كروم هو اللي بالحاسبة. تروحون على خانة الحقل، هذا خانة البحث، وتضغطون. انا هسه لان كاتب هذا الموقع، فانتم تكتبونه يعني هذا تنقلونه حتى اذا نقل. جوجل مثل ما تلاحظون. هاي جوجل ريموت ديسكتوب مثل ما تلاحظون. هسه اضغط عليه. راح من تضغط عليه راح تجي الاول خيار مثل ما تلاحظون. هذا هنا انا هسه اشرت عليه على الماوس اللي هو هذا اول خيار. لا تروح للاخير مثل ما تشوفون اخوان. انا هسه مفعل، قلت لكم انتم راح يطلع لكم تسجيل مثل ما تلاحظون. هاي هنا يطلع لكم تفعيل ويعطيكم تنزيل، فتخلونه ينزل وبعدين تجون تدخلون الاسم. هسه انا مدخل هاي يقول لك يعني اخر اتصال، اذا وضعت كما اعرف اخر اتصال انترنت ب7:38. فاخوان هذا تكتبون هنا بعدين بهاي الخانة تكتبون الاسم اللي انتم تسمون بيه جهاز، وايضا تكتبون الباسورد حتى تدخلون عليه. فهذه هي الطريقة سهلة جدا وبسيطة، ما يحتاج لها اي شيء او يحتاج لها يعني صعوبة. مجرد تسوون تطبقون هذا اللي موجود بالفيديو، تكتبون قلنا تكتبون هذا الموقع اللي فوق مثل ما تلاحظون، هذا اللي اشرتكم عليه انا اشرتكم عليه حتى لا تنقلونه يعني، وتخلون تعطونه بحث بجوجل كروم. فراح يفتح لكم هاي الواجهية وتختارون تنزيل وبعدين تفعيل، وراح يعطيك هاي هنا امكانية الدخول عن بعد. يعطيك خيارات اسم وباسورد، تخلي الاسم اللي هو يعني اي اسم انت تكتبه حتى انه تعرف هذا جهاز، ما راح يصير عندك اختلاف فيه. وايضا تخلي رقم سري من يمك حتى ما راح تدخل على التليفون راح يطلبه منك. فاخوان طريقة بسيطة سهلة جدا، واي شيء يعني ما فهمتوا او شيء صعوبة فعلقوني ان شاء الله راح اجاوب عليكم. اخوان اهم شيء تشتركون بالقناة وتعطونا اعجاب للفيديو.